رجعنا لكم مرة تانية، والحقيقة زي ما بنقول عايزين نبص للسنة الجاية بنظرة مختلفة 2013. نشوف احنا عملنا ايه كنوع من التنمية خلال السنة اللي فاتت على مستوى حتى شخصي، ونبتدي نفكر السنة الجاية ممكن نعمل تنمية شكلها ايه. وزي ما قلنا قبل كده او اتقال قبل كده ان التنمية مش معنى ده ان انا ادي بس رغيف خبز او بطانية. التنمية اوسع من كده بكتير واشمل من كده بكتير. التنمية ازاي مع ان انا ادي اكل الناس واديهم بطانية كمان معاها، غير ان انا بدفيهم وباكلهم كمان انمي عقلهم. وده اكيد بتقوم بيه مبادرات كتير، من ضمنها المبادره اللي هنتكلم عليها النهارده هي مبادره علشانك يا مصر. معانا ضيفنا السفير محمد العرابي وزير الخارجيه السابق ورئيس مجلس امناء مؤسسه ولاد بلدنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا بيك. نتكلم كده عن المبادره وتقول لنا تفاصيلها وابتدت ازاي واهدافها ايه كتنميه. هي الفكره يعني هي محاوله متواضعه من المجتمع المدني يحاول ان هو يساعد مصر في اعاده يعني وضعها بعد فتره طويله من الاضطراب او استعاده وضعها. الفكره بدات بفكره كانت قديمه بعد هزيمه 67 عندما الفنانين المصريين قاموا بجولات في العالم كله من اجل دعم المجهود الحربي، وديت كانت فعلا يعني حملة ناجحة جدا في ذلك الوقت، وأدت إلى يعني دعم كبير للاقتصاد المصري وأدى المجهود الحربي بشكل خاص. فالحقيقة الفكرة ما كانتش فكرتي، فكرة زميل وصديق اسمه الأستاذ محمد ناقد، وهو أيضا من العاملين هنا في التلفزيون. وكانت يعني جت أثناء تواجده في دبي في مهرجان منذ عام تقريبا، ولو عندما عاد من هذا المكان أو من دبي عرض عليا الفكرة، والحقيقة أنا حسيت إن هي فعلا هتكون حاجة جيدة جدا إن احنا نبتدي ننميها ويكون لها أهداف كبيرة. الترويج لمصر في مختلف المجالات السياحية والتجارية واقتصادية، وأيضا استعمال قوة مصر الناعمة في يعني دعم الاقتصاد المصري. فقعدنا مع بعض وعملنا فعلا المؤسسة وتم الإعلان عنها في 30 يوليو 2012 باسم مؤسسة ولاد بلدنا، وإن شاء الله هيكون أول حملة أو أول يعني رحلة ترويجية لمصر هتكون إن شاء الله في دبي يوم 18 يناير. وطبعا السيد وزير السياحة السيد هشام زعزوع بيأيدنا وبيدعمنا، مصر للطيران أيضا، وزارة التجارة والصناعة المصرية عن طريق هيئة المعارض بتدعمنا. ايضا حتى وزير السياحه السابق السيد منير فخري عبد النور هو عضو في مجلس الامناء في المؤسسه، والدكتور جوده عبد الخالق، وبالتعاون مع رجل اعمال مصري اسمه ابراهيم جابر عايش في دوله الامارات، وهو اللي بيقيم الجناح المصري السنوي في القريه العالميه في دبي. كويس جدا. واحنا اخترنا يناير لان ده هيبقى شهر التسوق من اول يناير لغايه اخره في دبي. طب المعرض هيحتوي ايه بالظبط، او هيبقى فيه ايه المعروضات اللي هيكون فيه منتجات مصريه، في ندوه كبيره عن السياحه هيشارك فيها وزير السياحه ورئيس هيئه تنشيط السياحه السفير ناصر حمدي، وايضا هيكون وزير الاثار هيدعمنا ببعض المنتجات المقلده يعني هتباع ايضا في نفس الجناح ان شاء الله. لكن منتجات مصريه كلها منتجات مصريه. ايضا هيكون في حفل فني للفنان حكيم متبرع بيه، وده هيكون اول حفل بتقيمه المؤسسه في هذه الحمله في مدينه دبي ان شاء الله. اختياركم الحكيم على اساس ان هو دولي، يعني دايما بيمثل مصر خارج في ايطاليا وغيره. انا حقيقه انا كنت سفير في المانيا وحضرت له حفلات كتيره في المانيا، والناس هناك يعرفوه كويس حتى الالمان. يعني احنا طبعا يعني الهدف من الحفلات هيكون فيما بعد هدف مادي، بمعنى انه العائد بالظبط هيوجه لايه؟ العائد هيوجه ل يعني مصلحه الانسان المصري البسيط. احنا الاول هنبتدي بعمليه رفع كفاءه مستشفيات التامين الصحي. كويس جدا. يعني انتوا حاطين خطه، الفلوس هتبتدي تتوزع ازاي؟ اولها
الاهتمام او رفع كفاءه المستشفيات او اول حاجه مستشفيات التامين الصحي، على اساس ان العلاج والصحه طبعا الدوله مرهقه جدا اقتصاديا ومش قادره يعني توفي بكل تعهداتها في المجال الصحه، فلا باس من ان المجتمع المدني ايضا يحاول ان هو يدعم هذا القطاع الحيوي بالنسبه للانسان المصري. وده يعني بدايه اي تنميه اقتصاديه هي الاهتمام بصحه الفرد. فان شاء الله هيكون ده اول شيء، يعني اللي هو رفع كفاءة مستشفيات التأمين الصحي، وفعلا احنا انتخبنا مستشفى معينة وهيكون العائد بس يعني الحفلة الأولانية بتاعت حكيم دي كلها إعلان أو انطلاقة للحملة. كويس. الحفلات القادمة هي اللي إيرادها هيوجه إلى إن شاء الله دعم. هيبقى بقى فيها فنانين مختلفين في بلاد كتير ولا هتبقى كلها في دبي؟ قصد حضرتك لا الفترة بتاعت دبي؟ لا، هيكون يعني في بلاد عربية وأوروبية. كويس. وأنا من هنا طبعا من خلال القناة المصرية الفضائية بوجه الدعوة لجميع الفنانين سواء كانوا مصريين أو عرب إن هم يشاركونا في هذه الحملة. أنا أعتقد إن هي هتكون لها عائد جيد والإنسان المصري هيحس على طول يعني بالفايدة اللي هتعود عليه نتيجة هذه الحملة. ان شاء الله هيكون في خطط يعني قادمه، يمكن كل شهر يكون في زياره لدوله مختلفه. كويس. مش شرط كله يكون في دبي، لكن ممكن نروح دول عربيه اخرى او اوروبيه. والفنانين المصريين زي حكيم ومحمد منير وانغام لعلم حضرتك معروفين كويس قوي في اوروبا، وانا حضرت حفلات لهم وانا سفير في المانيا وشفت قد ايه الجمهور الالماني مقبل عليهم جدا. ايضا من خلال برضو الفضائيه المصريه انا بتوجه بقى للجاليات المصريه اللي انا هتشارك بفاعليه طبعا. انا يعني بوجه نداء لها وبوجه صوتي لها ان شاء الله دي هتكون حمله احنا يعني مش هنحاول ان احنا نكون يعني عارفه فيها ضغط على الناس، ولكن احنا هنعمل حاجه نتمنى ان الناس تساعدنا فيها، لان في النهايه هيكون العائد لصالح الانسان المصري البسيط اللي هو هيستفيد من العلاج. كويس. بعد فكره التامين الصحي والمستشفيات احنا برضو عندنا اهتمام خاص بالتعليم الفني. ده جزء مهم جدا، عايزين نبتدي برضو اذا يعني عندنا امكانيات وموارد تسمح بان احنا ندعم فكره برضو انتخاب عده مدارس للتعليم الفني ونحاول ان احنا نحسن كفاءتها. دي هيكون الهدف بعد كده. والهدف العام بقى كله يعني الاستراتيجي هو السياحه، انه احنا بنروج لبلدنا. بلدنا تملك مقومات كثيرة، تعالوا زورونا، لأن السياحة فعلا هي قاطرة التنمية زي ما قال يعني وزراء السياحة على مدى سنين ماضية، ان فعلا واحنا في حاجة لها. يعني النهارده السيد وزير المالية قال ان مصر محتاجة 14 مليار دولار خلال 20 شهر القادمين. السياحة بتجيب 14 مليار دولار كانت في سنة. فاذا احنا لو قدرنا ان احنا نهتم بالسياحه كقطاع لوحده ده هيكفي انه على الاقل يعني يسد بالظبط. وهو حضرتك ده يعني القطاع الجاهز. يعني كمان انت يعني الاستثمارات موجود بالفعل موجوده فيه وهتشغلي الناس. والسيد وزير السياحه السيد هشام زعزوع انا بوجه له يعني تحيه وبشكره على ان هو دعمنا من اول ما عرضنا عليه الفكره. ولعلم حضرتك الفكره ديت يعني موجوده قصاد مجلس الوزراء يمكن من ايام رئيس الوزراء عصام شرف، وبعدين بعد كده الدكتور الجنزوري ايضا رحب بيها ودعمها وعمل لجنه وزاريه لدراستها وازاي ننميها. فاذا احنا يعني عملنا مجرد يعني ورشه عمل وابتديتوا ترتبوا للحفله على الاقل للانطلاق، وبندعو الجميع للاشتراك معنا. الفكره مش يعني اسيره افكارنا احنا، لا الفكره كانت موجوده والناس كلها اتكلمت فيها. يمكن احنا حاولنا ان احنا نبادر بتفعيل الفكره، ترجمتوا الموضوع لعملي بقى ما بقاش بس كلام. بالظبط كده. يعني هنتكلم على التبرعات لان اكيد الموضوع محتاج مثلا نسبه تبرعات لانه بتقوموا ده جهود كلها ذاتيه، لكن حتى الان كلها جهود ذاتيه من الناس اللي كونوا المؤسسه. عاملين حساب طبعا، لكن يعني انا مش عايز نبدا حملتنا بان احنا نقعد نقول للناس والنبي تبرعوا لنا وحسابنا كذا. لا احنا مش هنقول الكلام ده. احنا هنحاول ننجح الاول في دبي.
اذا نجحنا في دبي اعتقد ان الناس هي اللي هتسال علينا وهي اللي هتجيلنا. طب عايزين نقول العوامل، احنا قلنا في معرض بيتعمل بمنتجات مصريه، في حفله هتتعمل، في حاجه كمان هتبقى يعني بالنسبه للسياحه ايه اللي هيتعمل ندوات، في ندوات هيشارك فيها وزير السياحه، يعني هيبقى بيتقال فيها ايه الندوه دي مثلا كترويج للسياحه؟ يعني حضرتك انت لما تكوني في دبي في وسط مليون زائر للقريه العالميه في الفتره ديت، اعتقد ان انت عندك مقومات كتيره، خاصه ان الجناح نفسه معمول على شكل يعني جناح مصري. انا يا ريت كنت اقدر اعرض عليكي شكل الجناح، عندي الصور، بس يمكن انا يعني ما جهزتش نفسي صح، لكن ممكن يعني برضو ان انتوا الفضائيه المصريه تكونوا احد الرعاه انتوا قدموا لنا الدعوه واحنا ممكن طبعا عادي جدا احد الرعاه لهذه الفكره، ونعرض عندكم البرومو مثلا بتاع الجناح. لكن الجناح فعلا شيء مشرف وكلنا هنبقى فخورين بيه جدا، ويكفي وجود بعض شركات السياحه ووجود مصر للطيران ونفس الرساله اللي الجناح بيقدمها دي، اعتقد هتكون دعوه جيده جدا للناس انها تفتكر مصر وترجع مصر هي السياحه طبعا، ويمكن لسه كنا بنتكلم عن الموضوع ده، مش هتحصل او مش هترجع تاني الا لما يحصل فيه نوع من الاستقرار السياسي في البلد. فهل ده من يعني، وللاسف الشديد الناس اللي عايشه بره وخاصه الشركات اللي بتعمل دعايه او شركات السياحه اللي بره تقول لك لا اصل ما فيش استقرار ما تسافروش، في حين ان اذا كان في بيحصل نوع من اللخبطه او نوع من المشاكل اللي بتحصل في ايام محدوده جدا قليله، يمكن مردودها بيبقى كبير لكن بتنتهي وبتخلص ويمكن بعيده كل البعد عن السياحه، ومع ذلك بتعمل لنا دعايه سيئه. مظبوط. هل تناقشتوا في نقطه زي دي وازاي تكلموا انه لا البلد مستقره، البلد يعني اذا كان بيحصل فيها نوع من اللخبطه على المستوى السياسي او عدم استقرار سياسي حصل مشاكل، لكن ده لا يعني ان البلد في حاله انهيار او غيره؟ لا هو طبعا على مستوى السياحه يعني طبعا السياحه عانت نتيجه انهيار الامن، وعانت نتيجه اسباب كثيره، منها مثلا التكدس المرور في الشوارع، ما دي كلها حاجات حضرتك احنا ما بنحسش بس زادت اليومين دول، والاخلاقيات اللي في الشارع وطريقه السواقه وكل الحاجات دي كلها احنا ما بنحسش انها بتهرب السائح، لكن لا فعلا لما يطلع من المطار ويقعد 3 ساعات عشان يروح الهرم، اعتقد ان هو يعني هيفكر انه ما يجيش تاني يعني. في يعني لازم كلنا نفكر في موضوع السياحه ده، ولازم كلنا نتكاتف من الامن للمدارس للناس اللي موجوده في المواقع الاثريه، يعني لازم يكون في اهتمام بان هو ده المشروع اعتقد اللي هو هيقدم او يدير الروشته السريعه للعلاج للاقتصاد بسرعه، لان انت حضرتك اي حاجه ثانيه هتعمليها سواء كانت مشاريع عملاقه او مشاريع وطنيه هتحتاج وقت، هتقعدي فيها شويه وقت عشان تقدري تجني ثمار هذه المشاريع. لكن السياحه ده صناعه جاهزه مستعده، ومردودها هيبقى في ساعتها، مردودها يعني سريع بالظبط، مجرد بس حضرتك اعطاء ثقه للناس ان هي تيجي، وبالذات كمان السياح العرب. احنا كمان يعني احد الاهداف اللي موجوده في الحمله بتاعتنا ان احنا ايضا نجذب السائح العربي. هي عاده بيبقى السياحه العربيه بتبقى في القاهره اكتر منها اي محافظه ثانيه او اي مكان ثاني، يمكن عشان القاهرة كان فيها برضو هي المحور بتاع الأحداث اللي حصلت الفترة اللي فاتت، فده نوعا ما بالظبط. أنا معاكي، بس حضرتك هو ثبت يعني علميا وبتوع رجال السياحة يعرفوا الكلام ده، إن أي حملة لما بتروحي للناس أعتقد بيجيب مردود، والتواجد في الأسواق الكبرى زي مثلا دبي أعتقد إنها هتكون لها يعني مردود جيد على السياحة في مصر. أنا المهم عندي إن إحنا نعيد وجه مصر المشرق ونقدمه بطريقه ما فيهاش اقحام، ولكن بطريقه لائقه وفيها كرامه، وفي نفس الوقت بندعو الناس بطريقه يعني ساتل ما اعرفش يعني طبيعيه، ان انتوا تعالوا زورونا وهتشوفوا ان بلدنا فعلا بلد مضياف وبلد مليانه يعني اماكن سياحيه ومستقره وكل الكلام ده. طيب يعني حاجة أخيرة كمان، المنتج المصري اللي رايح ده هل في رقابة عليه؟ هل في أماكن بتراقب بتشوف المنتج ده فعلا ينفع ما ينفعش، بيعرفوا يروجوا ليه كويس كمان؟ كويس قوي، ده سؤال جيد جدا. إن هيئة المعارض هي يعني أحد الأعضاء في المؤسسة بتاعتنا، مؤسسة ولاد بلدنا، وإحنا بنشتغل من تبعها،
يعني من خلالها. احنا ما بنجيبش اي منتجات من اي مكان او اي يعني مقاول مثلا ان هو يدينا حاجات وناخدها معانا، لا، هيئه المعارض هي المسؤوله عن المنتج اللي هيعرض في واتمنى حتى ان الساده الوزراء يقدروا يجوا معانا في الحمله ديت زي السيد وزير السياحه والسيد وزير التجاره. اعتقد دي هتبقى اضافه جامده جدا وهتدي بعد حتى كمان سياسي مهم للزياره، ويعني نتمنى التوفيق. ايه اللي بتتمناه فعلا بقى على 2013 بالنسبه لمشروعكم او بالنسبه لمصر، لانه ما يخصش قطاع ده، يخص مصر كلها، واللي بتتمناه لمصر بشكل عام غير المشروع كمان؟ هو يعني بصراحة هو يعني أنا على مشارف عام جديد، ولكن للأسف بأحلام قديمة. يعني ما فيش أحلام جديدة، كلها أحلام قديمة بقالنا فترة بنكررها. احنا عايزين بلدنا تتقدم، وعايزين الاقتصاد ينمو، وعايزين الناس تشتغل والشباب يلاقي فرصة. هو ده أهم حاجة، والاستقرار أهم حاجة. أهم حاجة الناس تبقى آمنة في بيوتها وفي الشارع. أهم حاجة إن الناس كمان، يعني أعتقد إن أنت اتكلمتي في الموضوع ده مع الدكتور الرخاوي، نعود الى مصريتنا بقى، يعني نرجع تاني الى طبيعتنا. ومش عارف، في حاجه جديده حاصله فينا كده، انا بقينا مش طايقين بعض وما بنحبش بعض، عايزين نرجع للكلام القديم بتاعنا، بتاع ان كل واحد يحاول يساعد جاره ويساعد زميله، ويبقى في كده اقبال بيننا وبين بعضينا. لكن دي هتاخد يمكن شويه وقت. هو احنا وقت الجد مبين، يعني دايما يتقال لك المصري تحت ضغوط بيطلع احسن ما عنده. في ضغوط اقتصاديه، مش عايزين ضغوط دلوقتي، عايزين نبقى احسن ما عندنا من غير ضغوط. يعني لا، ما يجيبش ضغوط. انا متفائل جدا، وان شاء الله 2013 تبقى سنه يعني سعيده على الجميع. وبتمنى من المبادره دي انها تعمل فعلا الانجاز اللي انتم بتحلموا بيه وكلنا بنحلم بيه. احنا بنحلم طبعا ان احنا ننجح، وطبعا بكل تواضع بنقول للجميع ان نرجو المساعده. وفي نفس الوقت احنا بنرحب باشتراك الجميع. ويعني هو الناس ممكن ما تساعدش لما تشوف النتيجه الاول، او يشوفوا على الاقل العرض، طريقه العرض، وبالتالي تبتدي الناس تشارك. لكن احنا معاكم وهنصور ان شاء الله باذن الله، واكيد هيبقى في قنوات، لكن على الاقل الصوره لازم توصل للناس بحيث يعرفوا ايه اللي بيحصل ان شاء الله. واهلا بيكم ومتشكر جدا. كان معانا ضيف السفير محمد العرابي، وزير الخارجيه السابق ورئيس مجلس امناء مؤسسه ولاد بلدنا. بشكرك شكرا جزيلا، اسعدتنا ونورتنا، ونتمنى كل الخير للمبادره. شكرا. بشكركم، يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم وتكونوا استفدتوا معانا النهارده. نشوفكم الحلقه الجايه مباشره من مصر. تصبحوا على خير.